لو عايزة تتطلقي 5 حاجات لازم تاخدي بالك منها في الأول. مخنوقة من جوزك وكل شوية مفيش على لسانك غير كلمة طلقني طلقني. طب نمسك العقل الأول، الطلاق مش حاجة سهلة أبدا. ايه رأيك يا أنسة؟ حتى لو ساعات بتبقى ضرورية علشان ننفد بجلدنا، بس في شوية حاجات لازم ناخد بالنا منها. أولا، هو أنا عندي أولاد ولا لأ؟ ولو يبقى هتعامل معاهم إزاي؟ وهل هقدر أشيل شيلتهم لوحدي؟ تاني حاجة، هو أنا عندي مصدر دخل أقدر أعيش منه بعد الطلاق ولا هتبهدل؟ وهل هقدر أصلا أشتغل وأتبهدل؟ وعندي الإرادة دي ولا لأ؟ كده بقى انت مش بيبو، انا بيبو. تالت حاجة، هو أنا نفسيا بعد الطلاق هكون مرتاحة ولا أنا بس عايزة أخد إجراء يهديني بشكل مؤقت وخلاص واسمي فشيت غلي؟ ورابع حاجة، هل عايزة تطلقي بجد ولا ده موقف وبتاخديه، ولا زهق عادي بسبب اللي بنبات فيه بنصبح فيه؟ خامس حاجة، هل سبب الطلاق قابل للحل ولا خلاص جزرة وقطمها جحش واللي اتكسر ما تصلحش؟ أنا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.